ده فلوج يوم في حياة من مرسى مطروح. وده تاني يوم صحينا الصبح، نصنا طلع فطر والنص التاني اخد الاكل معانا وفطرنا على البحر، وانا من النص ده. وانا كنت فاكره الصراحه ان روقان بقى وافطر على البحر زي ايام ما كنت بنت، بس لقيت انه اصلا في زن كتير بقى، ماما اعملي لي، ماما سوي لي. واحنا كنا وصلنا الشط تقريبا 11، انا فطرت تقريبا 2 وشويه، بس كل يهون المهم اروح البحر. شايفين لي جمال البحر. انا كنت مسافره انا وماما واخواتي، ففي مسؤوليات برضو، ومسافره تبع فوق، ودي اول مره اسافر تبع فوق. هو طبعا ليها مميزات، بس انا حاسه برضو ان فيها عيوب، فاخر الرحله كده هقدر اميز او احدد العيوب اكتر او المميزات يعني. ومن اكتر العيوب بالنسبه لي طبعا ان اداره الفوج النهارده كانوا غير موفقين نهائي في اختيار المكان او مكان وجهتنا، ان هو كان شاطئ غزاله المروه. المفروض ان هو من احلى الشواطئ في مرسى مطروح في الأبيض. طبعا مكان جميل جدا، فيه قعدة والقعدات العربي طبعا في مطروح وفي الشواطئ بتبقى خطيرة، وخاصة في الجزء البعيد اللي هو جزء الأبيض وكده، بتبقى القعدات عنده تحفة، وبيبقى عندهم براد شاي كده في حتة تانية يعني. وانا الصراحة كنت اتمنى ان احنا نكون في يوم تاني غير ده، كان يوم السبت. الموج كان عالي جدا، يعني انتوا هتشوفوا الفيديو دلوقتي. الموج كان عالي جدا والسحب كان قوي جدا، واعتقد في اماكن في الأبيض اتقفلت. قسما بالله الموج ما رحمنا حرفيا. انا نزلت توتالي في اليوم كله من الساعة 11 لحد الساعة 4 تقريبا، ربع ساعة متقطعين. انتوا شايفين الموج عالي جدا وقوي جدا فظيع يعني فعلا. حتى بالعوامة، انا طبعا كنت نازلة بعوامة، واغلب الناس زي ما انتوا شايفين محدش عارف يتحرك، كله ماشي على رجله ومحدش عارف انه ينزل. كمان إدارة الشط كانت منع نزول الأطفال بالعوامات أو البورد، يعني ممنوع إن هم ينزلوا بأي حاجة لا قدر الله ممكن يتسحبوا بيها، الكبار بس. وكمان كان في منقذين لو حد كان دخل جوه أو كده، وأغلبهم أو بنسبة 90 أو 99% منه كان بيبقى واقف على رجليه، كان في حد بيصفر إن هو يطلع. أنا ده طبعا كانت أول مرة بلاقيها في شواطئ الأبيض، ولكن حاجة تحسب لهم جدا، وحاجة يعني تصرف روعة منهم بصراحة. ولكن أحلى حاجة طبعا كانت قعدتنا وريحة اليود، وإن احنا بنتنفس هوا مفيش أحسن منه. روحنا استحمينا ونزلنا أو طلعنا اتغدينا، والاكل كان لطيف جدا، بس هما بيحطوا فيه اعتقد توم كتير او توابل كتير في الاكل، بس الاكل كان لطيف. بعد الغدا نزلنا ريحنا شويه، ونزلنا لحبيب قلبي شارع اسكندريه. ولو سمحتوا يا جماعه حد يشيل المحلات من قدامي، عشان بجد هعلن افلاسي كمان نص ساعه. الحاجات حلوة على فكرة، يعني الحاجات حلوة ان الحد يشتريها من شارع اسكندرية، ولكن عايزين مفاصلة. يعني انا عايزة اقول لكم ان انا جبت شنطة، الراجل قال لي 290 جنيه، انا في الاخر اشتريتها ب100 جنيه، فانتوا عايزين تفاصلوا مفاصلة فظيعة. اسعار وخامات يعني معقولة جدا. ومادام رحنا مطروح يبقى لازم ناكل ايس كريم من عند جاسر. اكلنا ايس كريم وده علامه بالنسبه لنا، زي ما في مطروح يبقى في جاسر. واشتريت المروحه ديت ب30 جنيه، عجبتني قوي. واتمشينا شويه في شارع اسكندريه لحد ما طلعنا على الكورنيش، قعدنا ركبنا خيل اتصورنا عليه، وبعد كده اكلنا حلبسه. وبس كده يومنا يكون خلص. اشوفكم في فلوج جديد، واستنوني في بقيه فلوجات السفر، وباي باي.